السلام عليكم مشاهدي قناة باختصار نيوز. في ليلة كروية ملتهبة على أرضية ملعب عمان الدولي، خطف منتخب العراق فوزا ثمينا على نظيره الأردني بهدف دون رد في ختام مباريات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. الأسود دخلوا المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز، ونجحوا في اقتناص النقاط الثلاث الحاسمة التي أبقت على آمالهم في بلوغ المونديال، بعدما رفعوا رصيدهم إلى 15 نقطة ضامنين مقعدا في الملحق الآسيوي. أما النشامة الذين ضمنوا التأهل المباشر إلى كأس العالم من الجولة الماضية بعد انتصارهم الكبير على عمان 3-0، فقد تجمد رصيدهم عند 16 نقطة ليبقوا في الصدارة، ولكن مع نهاية مرة أمام جماهيرهم. الشوط الأول جاء متوازنا وسط ضغط أردني ومحاولات عراقية متحفظة، لكن الحارس العراقي المتألق جلال حسين وقف سدا منيعا أمام الهجمات الأردنية وأبقى شباكه نظيفة. وفي الشوط الثاني تغير السيناريو، اندفع العراق إلى الأمام، ونجح البديل سجاد جاسم محمد في خطف هدف الفوز في الدقيقة 77 بتسديدة لا ترد من داخل منطقة الجزاء. أشعلت المدرجات العراقية وأشعلت معها حسابات التأهل. انتصار بطعم الحياة للعراق ودرس قاس للأردن رغم التأهل. وهكذا تظل تصفيات آسيا مشتعلة حتى صافرة النهاية، حيث لا شيء يحسم إلا على المستطيل الأخضر.